النهارده بقى جايبه لكم فكره خطيره جدا من ازازه بلاستيك وميداليه مفاتيح. هنعمل مع بعض طريقتين لفانوس رمضان بوجي وطمطم دي اي واي سهل وبسيط بشكل جديد ومميز مش هتلاقوه عند اي حد، واتحداكم انكم هتخلصوا الفيديو ده وهتنفذوه من كتر ما هو سهل جدا. هنجيب بقى الجزء ده كده، وهجيب كده قطعه الكرتون دي، وهجيب كده المسطره والبرجل بتوعي عشان اقيس كده 5 سم على المسطره، ودي كده هتكون مقاس القاعده بتاعه الفانوس بتاعي. هبتدي ان انا احددها كده على الكرتونه بتاعتي بالشكل ده، وعشان كمان احط جهاز الصوت والضوء ده هبتدي ان انا اعمل بمقاس 1.5 سم دايره كده في النص، الدايره اللي انا عاملاها اللي مقاسها 5 سم علشان ان انا احددها كده بالقطر وافرغها. هطلع بقى الدايره اللي في النص دي كده بالشكل ده، وابتدي ان انا احط كده جهاز الصوت والضوء بالشكل ده كده. هاجيب بقى مسدس الشمع وحبل الخيش ده كده، وهبدا ان انا اغلف الكرتونه بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده عشان اخلي الجهاز بتاعي ثابت كده جوه القاعده. بحط كده حبل الخيش حوالين الجهاز، وببتدي ان انا اجيب مسدس الشمع كده والزق حواليه لحد ما اكون القاعده كلها بنفس الطريقه. جبت بقى شريط الخيش ده زي ما انتم شايفين كده، وبدات ان انا اغلف برده جهاز الصوت والضوء ده عشان الشكل يبقى كانه كده واكل من بعضه. بعد كده هلف كده الحبل ده بالطريقه دي ولزقته بالشمع، وده كده بقى شكلها. وحطيت قطعه مدوره كده على مقاس الجهاز ده من الفوم باللون الاحمر لتزيينه كده عشان تبقى القاعده لطمطم. بعد ما لزقت طمطم كده بمسدس الشمع ثبتها كويس، وبعد كده جبت كده زي قطع فوم مدوره كده وعملتها زي سناده كده لطمطم عشان تثبت اكتر. جبتها كده وحطيت واحده كمان فوق منها بالشكل ده، وده كده بقى شكلها. ودلوقتي بقى نبدا نكون بقيه الفانوس. هجيب بقى الجزء ده كده وهبتدي ان انا احط على الجزء ده كده الشمع وهلزقه بالشكل ده. ومن بره كده هجيب شريط الخيش ده ولفيته كده على القاعده من بره عشان تديني سمك اكتر وكمان تزين الفانوس من بره كده. وبعد كده جبت قطعه دائريه من الفوم باللون الاحمر ولزقتها كده على غطا الازازه من فوق، وجبت كده قطعه من شريط الخيش كده عشان تبقى علاقه الفانوس وثبتها الاول، وبعدين لفيت عليها الخيش بالطريقه دي. جبت كده شريط الخيش وابتدي ان انا اغلف الغطا بالكامل عشان ما يبانش منه اي حاجه. هجيب بقى نجوم فوم صغيره كده عملتها بالاداه دي وكلمتكم عنها كتير في الفيديوهات اللي فاتت، هتلاقوا منها اشكال برسومات تانية في المكتبه. هزين بقى بالشكل ده الشكل من بره عشان تدي الفانوس كده شكل مبهج. ولو انت وصلتي معايا للدقيقه دي يا ريت تعملي لي لايك حلو زيك واشتراك بالقناه لو لسه اول مره بتشوفيني، واعملي لي شير كتير للفيديو ده عشان يوصل لاكبر عدد من الناس قبل رمضان. وعلشان ادي الفانوس بتاعي لمسه رمضانيه اكتر، لقيت الجزء التاني اللي في الميداليه ده كده مكتوب عليه رمضان كريم، فحبيت ان انا اقصه بالمقص ده كده بالشكل ده. وبعد كده قلت احدد مكانه فين، هحطه كده تحت في القاعده، وبعدين هجيب بقى مسدس الشمع والزقها كده على الفانوس بتاعي. ترى وده بقى شكلها النهائي. بجد الفانوس طلع تحفه وسهل جدا، ما خدش مني اي وقت ومستمتعه جدا وانا بعمله. بصوا شايفين اللون الاحمر مع الخيش شكله حلو ازاي، وطمطم جوه كده ماسكه الفانوس. كان نفسي اسمع لكم الصوت كده وهو شغال قد ايه مبهج مع الاضاءه. بصوره كده وبلعب في نفس الوقت من كتر ما هو محسسني باجواء رمضان حلوه قوي. بجد لازم تجربوه.